خلت من كل فكرة رسالة بعالم المحتوى. اشتغلت، لمعت، تعبت وواجهت، بس اليوم قررت توقف. اختارت توقف عن العالم يلي كانت بارزة فيه. اليوم رح نسمع القصة بصوتها من البداية للنهاية، من أول بوست انتشر لآخر بوست انحذف. رح نعرف ليش تركت، شو خسرت وشو ربحت، لنتعلم إنه أوقات القرار الأصعب هو القرار الأصح. جنى سويد اسم مسموع بعالم الشهرة. مين جنى سويد؟ جنى سويد هي بنوتة صغيرة ربيت بعائلة كتير داعمة. كان عندها كتير أحلام من هي وصغيرة، والحلم الأساسي إنه هي تصير صحفية. فجنى الطفلة كانت دايما تجمع أولاد الحارة وتحطهم عندها بالساحة وتجيب ريموت التي في على أساس هو ميكرو شيء إذاعة، وتطلع إنه هي الصحفية وتعمل معهم انترفيو وما بعرف شو. هذا كان حلم جنى من هي وصغيرة. كبرت جنى ودرست صحافة وإعلام وتخرجت، وهلأ حاليا عم تشتغل بالشيء اللي هي بتحبه. هي جنى سويد باختصار. تركتي السوشيال ميديا فجأة، ليش؟ صح، فجأة بين يوم وليلة. انخطبتي؟ الكل اعتقد انك تركتي الاعلانات لانك انخطبتي. لا، ما في شيء منه هالحكي، وكثير ناس فكرت هيك. هلا انا صراحة وقفت اعلانات بشكل مفاجئ، لانه انا حسيت انه هذا الدومين اكثر هو ما بيشبهني، مع انه ابدعت فيه والعالم حبت هاي الصورة اللي اخذتها عن جنى بمجال الاعلانات. بس انا بعدين فكرت انه انا عن جد هذا مش حلمي ومنه طموحي. هلا انا حاليا وقفت اعلانات، ما بعرف المستقبل شو مخبالي، بس لهلا انا كثير ثابته على هالقرار وما بحس انه حارجع للاعلانات. وانا ما وقفت سوشيال ميديا بشكل عام، انا بس اعلانات انه بطريقه تمثيليه اللي كنا عم نعملها بطريقه كثير كوميديه، انا هول القصص وقفتها. بس كثير ناس انه بتحسيها بتقول انه انا وقفت كل شيء او بدي امسح كل شيء سوشيال ميديا، يعني لا، منه مزبوط. يعني انا وقفت اعلانات بس بشكل خاص، وانما صفحتي بعدها موجوده، وانا رجعت على شغلي الاساسي اللي انا بحبه. وما انخطبت. يعني كل الناس تفكر انه انت انخطبتي لحتى تركتي، مش مزبوط هذا الحكي. كثير طلع من هذا الحكي. فانا لا يا جماعه، ما في منه هالحكي. بصمتك عند الاطفال كانت كثير قويه ومؤثره. صحيح. شو بتقولي للاطفال اللي ما بقى حيشوفوا جنى سويد؟ الاطفال انا كثير بحبهم، وهن كثير بيحبوني، وين ما امشي بالشارع بيجوا بيسلموا علي وبيتصوروا معي. يمكن حبوني من وراء الفيديوهات المهضومه اللي كنت اعملها، لانه يمكن كمان صور مع تيتا والعائله ومع اخواتي الصغار، فالاولاد بيحبوا يحضروا عاده هالقصص. بس بشكل عام كمان بيحبوا انه كنت صور مغامرات وهيك، فبيحبوا هالقصص، فلهيك كانوا يحبوني ويحضروني. وانا كمان كثير بحبهم، وميرسي لهم. بحس انا عندي على يوتيوب خصوصا هالبلاتفورم خصيصا، انا بحس متابعين علي كلهم اطفال بينعرفوا من كومنتاتهم، يعني فبحب اقول لهم انا كثير بحبكم، وميرسي لدعمكم وتشجيعكم الدايم. الانتقاد، عانيتي كثير من انتقادات، شو سببها؟ هلا انا يعني عاده كان عن جد التعليقات الايجابيه كانت اكثر من التعليقات السلبيه بكثير. بس ببدايه مسيرتي، لانه انا مثل ما بتعرفي انه انا اول شيء كنت اشتغل كصحافه بيور، كنت بس اشتغل كصحافه، فالناس اخذت عني الطابع الجدي، جنى الجديه. لما فتت بمجال الاعلانات وفتت بمجال صناعه المحتوى ونزل قصص مهضومه وهيك، انقلبت هاي الصوره، فالناس صرت تحضر جنى شو بيقولوا الجهه المختلفه من جنى المهضومه، جنى المرحه، جنى هيك. فهون في ناس ما تقبلت التغير، فعطتني تعليقات سلبيه. ما بعرف منهم انه عن صوتي، انه انا صوتي عالي وما بعرف يعني بنقول هون في تنمر. ايه في تنمر، كان ايه اكيد في تنمر، بس انه ما كنت كثير اعطيه اهميه. ما حدا ما بيتاثر بالتعليقات السلبيه، هذا شيء اساسي، بس انه ما كنت اعطيه الاهميه الكبيره. انه كيف كانوا يتنمروا عليكي؟ على الصوت اكثر شيء، انه صوتي عالي وما بقى تصرخي الدمعه. اي متى حسيتي انه خلص بدك تبكي؟ ليكي مثل ما خبرتك، ما حدا ما بيتاثر بالتعليقات السلبيه، بس انه كنت لانه كان الجانب الداعم اكبر بكثير من التعليقات السلبيه، فانا كنت فيني غض نظر عنهم. الكل بيشوف الجانب الحلو من حياتك، المشاوير، الرحلات. شو بتقولي لنا عن الجانب الثاني اللي ما حدا بيشوفه؟ مثلا
فور اكزامبل الاولاد الاطفال اكترية الاوقات بيقولوا لي انه يا الله شو بتكزري، لانه بشوفوني بنزل على المشاوير هيك بيقولوا لي انت حياتك كلها كزازير وخدينا كزرينا معك وما بعرف شو. انا بقول لهم يا جماعه اوقات بعمل 3 ريل بنفس المشوار، يعني ما ضروري دائما اكون انا عم كزر ولا حياتي كلياتها هيك لافي اون روز وكل شيء، لانه عن جد هلا صناع المحتوى اللي عم يطلعوا عم بيفرجوا للقاعدة الجماهيرية اللي عندهم انه هن عن جد حياتهم جدا مثالية. الشباب والصبايا جمهورهم هون تحطمت معنوياتهم، لقوا انه فرق كتير كبير بين حياتهم وحياتهم اللي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، لانه هن حياتهم اللي عم يعرضوها على السوشيال ميديا حياة جدا مثالية، فالقاعدة الجماهيرية بتتأثر بهذا الموضوع، بحسوا انه هن حياتهم مش حلوة. انا جنى كمان في كتير، لانه كمان اكثرية متابعيني في منهم اطفال على يوتيوب خصوصا، فكمان كانوا يفكروا انه عن جد جنى حياتها بس بتكزر وبتنبسط وبتصور. شو بتقولي لهول الاطفال اللي هيك بفكروا؟ بقول لهم لا يا جماعه، انه ما كل شيء، ما دائما الحياه حلوه، ونحن كاشخاص موجودين على السوشيال ميديا نحن بنفرجي الجانب الايجابي دائما من حياتنا، بس اوقات في جانب سلبي، التعب، الكواليس، التعب اللي بنتعبه لحتى نصور يمكن فيديو كفيل انه يخليك اوقات عن جد تبطل تصوير وتبطل هاي الحياه اللي بدك اصلا تعرضيها للناس، لانه اوقات عن جد موضوع كتير متعب انه انت تشتغلي مثلا كصناعه محتوى عم بحكي، ومجال الاعلانات وهيك هو موضوع جدا 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 متعب، وبالمحتوى اللي عم ينعرض كمان على السوشيال ميديا كمان موضوع جدا متعب. يعني انا اوقات بروح بكزوره اذا انا بدي صور ما بنبسط بالمشوار، ما بنبسط بالمشوار، لانه انا بعرف انه لسه بدي هاللقطه وهاللقطه والسكريبت ما خلص ولسه بدي كمل هون، ما بتعيشي لذه المشوار. فانا احيانا ما بستمتع عن جد من وراء التصوير، فانه لا، ما كل شيء بتشوفوه حلو. يعني انت كمان من الاسباب اللي خلتك تبلشي مسيره جديده بحياتك لانه حسيتي انه شيء ما بيشبهك؟ هلا هو يعني الاعلانات بشكل عام هو موضوع، يعني مجال انا حبيته وابدعت فيه والناس كتير حبتني فيه، بس انا حسيت انه انا صرفت جهد كتير كبير على مجال انا ما كان هو هدفي من البدايه. يعني انا هدفي اعلام وليس اعلان، فانا فتت كتير الاعلانات لدرجه انه انا نسيت شغلي الاساسي، فقلت لا، انه انا بدي اوقف. مع انه الاعلانات اللي كنا عم نعملها بطريقه ابداعيه، بطريقه كتير الجمهور حب، بس انه حسيت انه مش جنى هون. يعني عم بتكملي شيء تركتيه من قبل او؟ يس، هلا حاليا عم كمل الشيء اللي تركته قبل، عم كمل الشغل يلي انا كتير بحبه، حلم جنى الصغير اللي هو الصحفيه الصغيره، عم كمله، عم برجع اشتغل بالصحافه. ما حوقف صفحتي ابدا، اذا انا وقفت اعلانات يمكن اعمل محتوى معين، ماني مفكره صراحه هلا بشيء، بس انه عادي رواق يعني، بس ما هو عم بشتغل في شغلي الاساسيه. وكبسه زر محيتي تعب سنين، شو كان شعورك بلحظتها؟ صح، هلا لما قررت انه انا احذف الاعلانات عملت لهم ديليت، ما عملت لهم اركايف، فزعت ما اضعف بلحظه معينه وارجع رجعهم. فمع انه كانت انه فقسه الديليت كان كتير صعبه بالنسبه لإلي، انه امحي عن جد انا الي كتير زمان عم ببني لبكبسه عن جد يضيع كل شيء، بس مثل ما خبرتك عن جد فزعت ما اضعف بلحظه وانه رجعهم وارجع. هلا انا بقول هلا انه عن جد انا اخذ قراري وثابت عليه وما بدي ارجع كرمال هيك عملت ديليت. المحيط اللي عايشه فيه دعمك او لا؟ الدائرة المحيطة فيني كانت كتير داعمة للقرار يلي أنا أخذته، أهلي، رفقاتي كتير كانوا داعمين عن جد. يعني في أشخاص عن جد تفاجأت من ردة فعلهم، أنا فكرت إنه حيقولوا لا، بس قالوا لي نحن معك وبرافو وأنت حلمك أكبر من هيك، حلمك إنه ما بدك تعملي إعلانات، وقت حلمك تصيري صحافة تشتغلي بالصحافة أكتر وهيك، فكانوا كتير داعمين وهذا الشيء كان كتير مريح صراحة. شو الرسالة توجهيها لكل شخص ضعيف حابب ياخد قرار ومتردد، لكل شخص حابب يطور حاله وبعده عم ينتظر اللحظة المناسبة تا يمشي؟ لكل شخص عباله يطور من حاله وخايف ومتردد، بحب اقول له يخطي هالخطوة، لأنه وخليك كمان دايما أي شخص فينا يكون حواليه ناس عن جد داعمة لأي قرار هو بياخده،
اوكي في ناس حواليه حتنصحه وناس حواليه حتدعمه، لانه عن جد انه لما يكون عندك اشخاص حواليك داعمين كتير بيسهلوا عليك انه تاخدي هيك خطوه، كتير بيسهلوا عليك. فانا كنت كتير فزعانه بالاول، بس بعدين انه رفقاتي اهلي كتير كانوا من الداعمين، فهن كتير ساعدوا وعززوا هذا الشيء. فلأي شخص عن جد يحاول حاله بناس بيوثق فيهم وبيعرف انه هن بيتمنوا له الخير، وبأي قرار هو حياخده هن حيوقفوا معه، فهذا شيء كتير مهم انا بحس. ولكل طفل متعود يشوف جنى سواد، شو بتقولي له؟ ايه حيشوفني اكيد، بس بقصص تانية يمكن ما بعرف صراحة شو حاعمل هلا. هلا عم اشتغل كصحافة، بس انه انا ناوية انه اعمل لسه محتوى معين. حيكون في محتوى للاطفال بعد او خلص؟ يمكن على يوتيوب، انه انا قناتي على اليوتيوب ما عبالي وقفها، يمكن اعمل لهم قصص حلوة على يوتيوب، يمكن كمان على انستا تيك توك، يمكن ننزل قصص محتوى يعني تاني. بعد في مفاجآت للأطفال؟ في مفاجآت بس ماني محضرتها صراحة. جود لك جنى سواد بكل قرار بتاخديه، وإن شاء الله بصمتك بتكون كتير حلوة بالحياة والله يوفقك. ميرسي ميرسي ميرسي. بصمتك انت يلي بتختاريها، مش الحياة يلي بتفرضها عليكي. انت يلي بتتركي أثر بإصرارك، بصبرك، بحلمك. ما في حدا مر بطريق سهل، بس في ناس قرروا يكملوا، يواجهوا ويوصلوا. بصمتك رح تبقى إذا أنت قررتي تخلقيها.